موعدنا هالخميس مع حدث إيماني جامع ومميز بيحمل رسالة صلاة وحدة وشهادة حية بشوارعنا. هالخميس بيوم خميس الأربان المقدس كوربوس كريستي تجتمع الكنيسة المارونية وكنيسة الروم للملكيين الكاثوليك والكنيسة اللاتينية والكنائس الكاثوليكية الأوكرانية بمسيرة إيمانية واحدة، أو إذا بدكن زياح إربان من سان جيروم إلى سان شربل، مع أكبر شعاع إربان بأستراليا متره 83 سنتي، لتأكد أنه الإيمان بيجمع، وأنه حضور المسيح بالإربان الأقدس هو قلب الرسالة المسيحية ومصدر الرجاء والسلام. هالخميس في 4 يونيو تنطلق هذه المسيرة. هو حدث بيشهد على الوحدة بين الكنايس وعلى حضور المسيح الحي بوسط المدينة والناس وين ما كان، ودعوة للعائلات، للشباب، للمؤمنين أن يسيروا معا بشهادة إيمان ومحبة وسلام. هيدا شق من لقائنا لليوم، بس الشق الثاني رح يكون حول هذا الموضوع. بحياة الشعوب في شخصيات ما بيطويها الزمن، بل بتكبر مع الأيام وبتتحول لعلامات مشرقة بالتاريخ والإيمان والوجدان الوطني. من بين هالشخصيات يبرز اسم البطريرك الماروني الياس الحويك، الرجل اللي اقترن اسمه بقيام لبنان الكبير، واللي حمل هم الشعب بأصعب المراحل، مدافعاً عن وجوده وحقه بالحياة والحرية. اليوم تتجه الأنظار مجدداً إلى هذا البطريرك الاستثنائي مع إعلان تطويبه بحدث ما بيقتصر على البعد الكنسي فحسب، بل حامل أبعاد روحية ووطنية عميقة جدا، خصوصا بظل هالظروف الصعبة جدا اللي عم بيمر فيها لبناننا الحبيب. الرجل اللي فتح أبواب بكركي والأديرة لإطعام الجياع، واللي سافر إلى مؤتمر فيرساي وطالب بقيام لبنان الكبير، لا يزال اليوم حاضر بذاكرة اللبنانيين كبي روحي وقائد وطني ورجل إيماني كبير. اهتم بعلم اللاهوت، بفضله كمان الكاهن صار لازم يتعلم. عمل مزار سيدة لبنان، واليوم بهاللقاء منحكي عن معنى التطويب والمراحل اللي بتمر فيها الكنيسة قبل إعلان شخص ما طوباوي، وأهمية هذا الإعلان بالنسبة للكنيسة المارونية ولبنان، ولماذا ينظر إلى التطويب كرسالة رجا اليوم وأمل لشعب يبحث عن النور وسط هالأزمة الكبيرة. للحديث عن هالحدث ومعانيه الروحية والوطنية، وللحديث أيضا عن المسيرة، بيسعدني اليوم أن أحاور رئيس دير مار شربل بونا أسعد لحود. تحية كتير كبيرة لك من صوت الغد، وشكرا على وجودك معنا. أهلا وسهلا. مجد لله وتانك يو. المجد لربنا يا رب. شرف لإلي كمان، وإنه نحكي عن البطرك وعن الإربان. أبونا صدفت هيك إنه الاثنين مع بعضهم بدنا نحكي عنهم، بس بنبدأ نحن وياك هذا الحوار مع مسيرة الإربان وتطويب كمان البطريرك فيما بعد. شو هي أهمية زياح كوربوس كريستي هالسنة؟ مختلفة هالسنة، عدة كنايس عم بتشارك مع بعضها، وشو هي الرسالة الروحية اللي بتحملها للمؤمنين وللمجتمع الأسترالي بشكل عام؟ أول شيء مثل هدف حياتنا هو إنه نتقدس، وأقدس شيء بحياتنا هو الإربان، يعني هو ربنا. من هيك دايما بالكوربوس كريستي دايما نحن بنعمل مسيرة نهار الخميس، يعني أول خميس بحزيران دايما في مسيرة وبنعملها. بس هالسنة عم نحضر للمؤتمر الإرباني سنة 2028 لما بيجي البابا على أستراليا، وهو هذا من ضمن التحضيرات. يعني هو إذا بدك مثل بروفا لوقت حضور البابا، بروفا صغيرة.
رح تكون كبيرة بس هي كتر بروفا صغيرة مع أكبر شعاع بأستراليا وهو استقدم لهالغرض يعني. أنا بقول قداستنا هي أهم شيء، وكل شيء بنعمله هو لحتى بالآخر نتقدس. حتى كل مسيرة حياتنا هي تنوصل للمسيح. فاليوم المسيح هو معنا رح يكون عم نزيحه، عم نمشي ورا معه، ماشي معنا، عم بيبارك لنا بيوتنا، عم بيبارك عيالنا، عم بيبارك طريقنا. كمان هي انه الفكرة انه ماشيين مع المسيح وراه، تنضلنا كل حياتنا ماشيين، مش بس بشوارع بانشبول، انما كل حياتنا تنوصل دايما معه للقيامة، يلي هو بنوصل ننهي المسيرة بقداس بمرشربيل، علامة القيامة مع المسيح. بونا الرئيس، كيف بتترجم هالمسيرة أو هالزياح من حيث مفهوم الوحدة بين الكنائس الكاثوليكية المختلفة؟ وشو هي أهمية هالوحدة بعالم اليوم في كتير انقسام؟ هو المنظم إذا بدك، نحن الكنائس الكاثوليكية هو المشترك كلنا، كل المسيحيين، يعني حتى في أرثوذكس وفي أشوريين وعراقيين ومصاروي والأقباط، كلنا يعني ربنا بيجمعنا كلنا سوا، هو بينا. نحن يمكن عبر التاريخ كنا بضعفنا تقسمنا هيك، ولكن أو بالأحرى في غنى، يعني غنى روحي، بس ربنا هو الوحيد، هو اللي بيجمع الكل، بيجمع كل الناس، هو بينا كلنا سوا، يعني نحن إخوة لأنه ولاد الله. طيب بونا رئيس، بعرف أنه كل جمعة عندكم زياح، بس هالسنة رح تكون مختلفة. بس عندما يخرج المؤمن بالإربان إلى الشوارع، شو هو هالمعنى الروحي واللاهوتي كمان لهالحضور العلني للمسيح؟ هو الشهادة الحقيقية، إنه نحن هو إذا بدك المجاهرة بإيماننا. يعني نحن ما بنستحي بربنا، ما بنستحي بإيماننا، بنمشي وين ما كان، وهو بدوره، يعني نحن كمان ماشيين وراه وبحمايته، هو بدوره ببارك عيالنا، بباركنا، بقدسنا، هو بخلينا نوصل له. يعني حتى كل القديسين بتلاقيهم انه دايما عندهم هالسجود للقربان. ما في واحد يتقدس بدون ما يكون عنده هالعلاقة يعني هيك الوطيدة مع ربنا. كمان نحن بهالمسيرة هي علامة لحتى نرجع نشجع الناس، نقول لهم انه نذكرهم بالاحرى يلي في كتير كتر خير الله، عن جد كتر خير الله رعيتنا ناشطة بهالموضوع، ولكن في كتير كمان يمكن بدهم تذكير أوقات إنه هذا الأساس هو الله. بونا رئيس، المعروف أنه بكنيستكم بالدير عدد الزوار بالألاف، بس الرسالة شو هي اللي حابين انكم توصلوها خاصة للشباب والعائلات؟ ليه من المهم انهم يشاركوا بهالحدث الإيماني الكبير؟ لازم نشارك، لأنه أول شيء لحتى نتقدس كرمالنا، كل واحد كرمال حاله لحتى يتقدس. كمان ككنيسة كلنا سوا مجتمعين بتساعدنا أكتر. يعني إذا بنقول بيصير القداسة أهون ضمن الكنيسة مع بعضنا، ضمن وحدتنا مع بعضنا البعض. ومثل ما بيقول باسكال، مثل ما بيقول ربنا، مطرح ما بيجتمع اثنين أنا بكون بيناتهم. هو بيناتنا، هو دايما بيناتنا، الحضور الله بيناتنا، حضور ربنا بيناتنا. ما نستخف بهالشي، لأنه هو عن جد لازم كلنا نشترك، لازم نمشي. بعرف إنه نهار خميس ومن عشية بس هذا الشيء لقداستنا. الساعة 7 المسيرة الساعة 7. فللأشخاص اللي حابين أنهم يكونوا موجودين تعوا شوي أبكر، بدها تنطلق يعني 7 أكيد. صحيح، لازم تكونوا بين سان جيروم وسان شاربل يعني. نعم. بونا رئيس، فإذن العنوان بسان جيروم
للي حابين انهم يكونوا بسان جيروم بصفوا سياراتهم هونيك او بيروحوا مشي الى سان جيروم وبيرجعوا ماشي. نعم مثل ما بدهم، يعني اثنيناتهم بتزبط. هونيك في باركينج وعنا في باركينج وصرنا معودين، يعني بيعرفوا هني كمان حدنا في باركينج بصفوا. وبدنا بنمشي مع القربين. بونا ريس، بهالمسيرة في حضور صاحب الغبطة الكاردينال بيتشوك. شو أهمية هالمشاركة؟ مثل ما قلت لك، هي للتحضير لزيارة البابا، وهو حب هو والمطران. يعني هلأ بالعادة الخوري أو الكاهن بيكون موجود، بس لما بيكون البطريرك غبطته هو كمان كاهن، يعني هو كاهن ومطران وعنده ملء الكهنوت. كمان المطران أنبز جاي من يعني هو النايب نايب السيتي هون، نايب أبرشية، نايب العام بأبرشية سيدني للاتين. حضور حلو، وهو بيعبر عن وحدتنا وطاعتنا للكنيسة ومسيرتنا كلنا سوا مع القربين. هيدا تحضير روحي لزيارة البابا المرتقبة إلى أستراليا سنة 2028. فعلا حدث رائع، الكل مدعوين، الكل بيقدروا يشاركوا. أكيد هذه دعوة عامة للجميع، ما في دعوة خاصة مع القربين. ما حدا يعني اللي بده يطلب دعوة تيكون مع القربين، ما بعرفش إذا مش لايقة أصلا نعمل بونا ريس. دايما بكنيسة مار شربل كل شيء بيتم التحضير له منذ أشهر، مع تحية كتير كبيرة للأكيب، لفريق العمل فردا وشربل طو نومن بالجاني، كل الشباب، كل الشباب. أكثر من رح يكون في يعني أكيب بالتحضير أكثر من 50 شخص، ورح يكون في وعم نتمرن، يعني عم يتمرنوا على المسيرة. صارنا تقريبا شي 3 أشهر. كمان أكتر من شي 70-80 شخص يلي بده يحملوا المحمل وماشيين بالمسيرة. بيناتهم شباب أوكرانية كمان عم بيجوا. كلهم حقيقة متحمسين لهالمسيرة. ودايما عم بيكون عم نروح نباركهم بالقربين، يعني عم تكون في مسيرة بالتحضير، مسيرة صغيرة للقربين. دايما ربنا يكون هو حاضر بيناتنا، هو اللي جمعنا. رح ننتقل إلى الشق الثاني من هذا اللقاء. بونا الرئيس، إعلان تطويب البطريرك الماروني الياس الحويك، ما هو معنى هالتطويب بكنيستنا؟ وفي فرق طبعا، لأكثر من الناس عم بيسمعونا ما بيعرفوا يمكن الفرق بين التطويب والإعلان للقداسة. هو التطويب هو قداسة، بس بتعلني قداسته لكنيسته، للكنيسة اللي ربي فيها، يعني يلي هي الكنيسة المارونية وببلده. الإعلان القداسة بتصير على صعيد الكنيسة الجامعة، يعني كلها سوا. هلأ شو أهميتها؟ أنت بتعرفي أنه البطرك الياس الحويك هو بطرك لبنان، هو باي لبنان الحديث إذا بدنا نقول، وباي لبنان الكبير. هو باي الفقير، هو باي الرهبانات، باي الكهنة. بس لوطننا، لأنه هو باي لبنان الكبير، وهو عراب إذا بدك الصيغة اللبنانية الحالية يلي أنشئت بعد الانتداب الفرنسي. هو إذا في يقول إنه مثل كأنه عناية إلهية من ربنا عم بتقلنا إنه نحن بهالأوضاع الصعبة اللي عم نمرق فيها، إنه لبنان هو محمي من القديسين. لبنان هو وطن لربنا. هذه مثل ما بيقول هو بالكتاب المقدس، هذه أرض لي، هاي الأرض لإله. لازم نحن أكيد واجبتنا نحافظ عليها، واجبتنا نضلنا مع ربنا، وواجبتنا انه نفهم نقرا ربنا شو عم بيقلنا. روح القدس اشتغل بونا الرئيس. اكيد يحصل هيدا الشيء بهالتوقيت. هيدي عناية إلهية أكيد. لأنه أنت بتعرفي أنه البروسيجرز لحتى يعلنوا
مكرم أو طوباوي، هي طويلة. مش إنه مش بتاخد إنه بيطلع عباله بيطلب بعينه، لا، هي بتاخد دراسات كتيرة ومرحلة طويلة كتيرة. يعني تيكون اليوم تعينت، يعني صاروا تقريبا 10-15 سنة عم بيحضروا. أكيد هيدي العناية الإلهية، وأكيد هذا ربنا عم بيعطينا خاصة بهالسنتين طوباويين إلهم علاقة بلبنان، بالموارنة وبلبنان. يعني البطرك دويهي هو إذا بدك المثقف الموارنة وكاتب تاريخ الموارنة، والبطرك الياس الحويك بي لبنان الكبير. من هيك عم نقول، أنا بقول إنه ربنا بده يقلنا إنه ما تخافوا على لبنان بصيغته الحالية، وما تخافوا على موارنة بلبنان. البطريرك الحويك ارتبط اسمه بقيام لبنان الكبير. كيف ممكن نلخص دوره الوطني والتاريخي بتأسيس لبنان الحديث؟ هو لبنان الحديث يعني هو دوره، هو اللي بتعرفي انت كان بدهم يتبعوا لبنان لسوريا، وهو اللي عملوا الحركة البطرك وعمل كل الاتصالات والمؤتمرات، وراحوا على مؤتمر فرساي وطلبوا من الدولة الفرنسية ومن الدولة التركية انه لا، لبنان انه لازم يكون بلد لحاله مثل ما هو اصلا، متصرفية جبل لبنان. وعملوا من هيك بسموها لبنان الكبير، رجعوا زادوا عليها الأطراف كلهم سوا وزادوهم. بوقتها قالوا له للبطرك الحويك انه لشو بدك تحط بعلبك وتزيد يعني نسبة المسلمين بلبنان؟ قال له نحن شعب واحد مش شعبين، ولو كان مسلم ومسيحي كلنا شعب واحد. ومن وقتها انعملت الصيغة انه يكونوا الاسلام والمسيحيين مع بعضهم بالحكم، لانه نحن اخوة قدام الله. لازم نعرفهم هودي، هذا تاريخنا يعني. مش لازم نسمح لحدا. العيش المشترك من وقتها ومن وقتها. وما بس هيك يعني ما كان يخاف البطرية، يعني كان كل خطوة يقوم فيها يقول لهم ما تخافوا، ربنا معنا. وقدين نحن اليوم بحاجة لازم نعرف تاريخنا، أشخاص بحاجة كتير، لازم نعرف تاريخنا، نتكل على ربنا. وأنا دايما بقول اللي حامي لبنان هو الله مش نحن. يعني الأشخاص اللي بيجوا هني ربنا بحطهم بالتاريخ لليوم. يعني أنا هيك عندي دايما بصلاتي بشوفها إنه يلي حامي لبنان هو ابن مريم العذراء ومار شربل والقديسين. نحن لما بنقول يا أرزة لبنان للعذراء، مع علمنا حطينا على العلم اللبناني. هالأرزة هي علامة العذراء من الأصل. وقت اللي انحطت لأن أرزة لبنان، لأن رمز لأمنا مريم العذراء، مش لأن هي الأرزة اللي عمرها كتير، لا، لأنه هي رمز لأمنا مريم العذراء. العذراء هي اللي بتحمي لبنان. العذراء ومار شربل والقديسين هن الحاميين لبنان. هنا ريس، خلال المجاعة وخلال الحرب العالمية انفتحت أبواب بكركي والأديرة. هيدي المواقف شو يعني بتترجم، شو بتعطينا أو شو بتكشف لنا عن شخصيته روحيا وإنسانيا؟ الحرب العالمية هو البطرك كان إنسان فقير، يعني عايش حقيقة بخوف ربنا بفقره. يعني بيفوت على أوضته بيلاقي إنه أوضته كتير متواضعة، إرثه كتير متواضع. يعني ما اهتم بحاله إنه هو يكون غني، اهتم دايما إنه يخدم الفقراء، يعلم الناس، يحسن لهم حياتهم، يقربهم لقدام. هلا مثل ما بتعرفي خلال الحرب العالمية الأولى اجى الجراد والناس فاتت بمجاعة. كان في الرهبنة وقت الرهبنة اللبنانية المارونية
قررت انه ترهن كل املاكها للدولة الفرنسية تطعم الناس. والبطرك امر كل الكنايس انه يستقبلوا كل الفقراء ويطعموهم. كان في هيك مثل جملاج حلو. والكنيسة هي بالاخر هي الناس مش الحجر. لازم نهتم بالحجر أكيد، بس إنه الحجر لحاله ما له طعمة. الناس هي المهمة. بونا يعرف لحويك أيضا باهتمامه الكبير بالعلم وتطوير الإكليروس إذا بدك بونا، إنشاء مؤسسات كنسية. شو هي أبرز الإنجازات اللي تركت أثر دايم بكنيستنا وبالمجتمع اللبناني؟ أول شيء هو مثل ما قلت لك، هو اهتم كتير بعلم الكهنة. فهو رجع حسن وقوى مدرسة روما يلي كانوا يروحوا الكهنة يتعلموا فيها، المدرسة المارونية بروما. أنشأ كمان بلبنان. تعرفي بالزمانات كانوا يختاروا شخص بالضيعة يكون تقي وهيك بيصلي، يختاروا يعملوا كاهن. على أيامه صار لا، بدك ترجعي تتعلمي، تكوني ضليعة باللاهوت، تتعلمي اللاهوت مزبوط لحتى تصيري كاهن. وهو اهتم بهالشي. أنشأ مدارس لاهوتية بغزير، أو غزير كمان بكفر حي، مار يوحنا كفر حي اللي هي حد ضيعته هو من حالتها كمان قواها. وأنشأوا مدارس لاهوتية ترجع تهتم بالكهنة. الكاهن بصورته اليوم أكيد تطورنا كتير من بعدها، بس بصورته اليوم هو الفضل لإله على اهتمامه. هاي شغلة. الشغلة الثانية أن مزار سيدة لبنان كمان هو أنشأه. كان هو صار بطرك سنة 1905. أنشأوا مزار سيدة لبنان للذكرى المئوية لأعلن العذراء سيدة الحبل بلا دنس. هو اهتم، هاي من إنجازاته. هو كمان أسس راهبات العائلة المقدسة مع الأم روزالي نصر يلي استشهدت سنة 1895 كمان. هو أسس الراهبات. منلاحظ إنه أنا صرت ملاحظة دايما الحياة الرهبانية يلي بيكون له علاقة فيها مباشرة بيوصل للقداسة. يعني بطرك دويهي سمح بتأسيس الرهبنة اللبنانية المارونية، وكان هو ساعدهم. والبطرك حويك هو أسس رهبة العائلة المقدسة. دايما بتلاقي إنه في أوجه تشابه، في أوجه تشابه أكيد، رجال عظام حقيقة. بس دايما بلاحظها أنا دايما للرجال العظام مثل البابا مثلا يوحنا بولس الثاني جاب الراهبات على الفاتيكان إنه صلاة دائمة، يلي بيهتموا بالصلاة. يعني الرهبان إجمالا هن بيصلوا دايما بصلاة، بحالة صلاة دائمة هن بيخلوا. وهذا بتصور هدف يلي بيأسس رهبنة، إنه تكون الدنيا بحالة صلاة دايما، يجيب الناس يعطيهم المثل الصالح، يكون المثل الصالح قدامهم حتى الناس تمشي على ذات الطريق. بونا ريس، في كتير قصص اليوم بلشت تنكتب عن الطوباوي لحويك، وقصص كتير حلوة ومميزة، ويمكن كمان في بعضها ما بنعرفه عنه وعم نكتشفه. مزبوط. أكيد طبيعي، لأنه في فرق بالزمن. وبتعرفي من زمان ما كانوا يكتبوا كتير، يعني بده يرجعوا للمخطوطات ونقرأ كل المخطوطات تنقدر هيك نعرف شخصيته الكاملة. ولكن هول الاشياء معروفة عنه، معروفة جدا تاريخيا وكل الناس بتعرفها. رح يكون في هلا ما بعرف اذا على علمكم بونا ريس رح يكون في كتب عنه. أكيد بلشوا أصلا، بلش ينكتب عنه. وفي كتاب بتصور في كتاب عند راهبات العائلة المقدسة عملوا عن حياته وترجموا للإنجليزي حتى، لأنه دايما القديس هو مثل حي. أنا بتذكر أول ما بلشت هيك
بالابتداء، وأول ما نادرت صرت راهب، أكتر شيء كان يلفت لي حياة القديسين. أكتر شيء تأثرت وأثروني هن حياة القديسين. أكيد مر شربل على راسهم، بس يعني قاري أكتر من يمكن 500 حياة قديس، وكل قديس بتاخدي منه شيء، بتاخدي لأنه كل قديس مميز وبيتميز بشيء مختلف عن كل الآخر. قديس مميز، حقيقة مميز. لو أخذنا شغلة صغيرة من كل قديس نتقدس، فينا نتقدس نحن كمان. هيدي محطة مشرقة بمسيرة الكنيسة المارونية ولبنان. أبونا ريس، حكينا يمكن عن التطويب والقداسة وقلت لنا الفرق، بس هالخبر سعيد جدا، وإن شاء الله قريبا جدا القداسة قريبا. ما بعرف قد ايه بتاخد وقت. مزبوط، بتاخد وقت، مش قريبة أكيد، يعني مش إنه بسنة وبسنتين وبثلاثة، لا، لأنه بده يعمل أعجوبة أو أعجوبتين، بدهم يدرسوهم ويتأكدوا إنه هن أعاجيب منهم، هن يعني ما فيهم شيء طبيعي، يعني ممكن يحصل، وبياخدوا وقت. تعرف الكنيسة بتحط بنسميه محامي الشيطان، إنه بيشكك بكل شغلة تتكون حقيقة الأعجوبة 100% صح، ما فيها أي التباس أبدا، هي من ربنا، تكون من ربنا، تيعنه القداسة. بونا ريس، بختام هذا اللقاء، إذا أردتم أن توجهوا دعوة للمؤمنين للمشاركة بمسيرة الإربان المقدس، وإذا في رسالة هيك بتحبوا أنكم توجهوها بمناسبة التطويب للبطريرك الياس الحويك. أول شيء أنا بدي أهني الراهبات، خيتنا الراهبات العائلة المقدسة، وبالبطرك بالقديس الجديد، ومثل ما قلت لها لأختنا سور إلهام جعجع، قلت لها إن شاء الله كلنا مصير مثله، إن شاء الله كلنا منكون ماشيين على هالطريق تنكون قديسين بالآخر. هذا هدف حياتنا، أنا هذا هدف حياتي، ما في هدف تاني، وكل شيء بنعمله هو لحتى نوصل إنه نتوحد مع ربنا ونمشي بهالمسيرة، والمسيرة وراء المسيح يمكن هي أأمن مطرح تنوصل للقداسة. من هيك كمان بدعي الكل إنه نهار الخميس نيجي نمشي مع بعضنا، نصلي مع بعضنا مع المسيح، ربنا يبارك لنا عيالنا، يباركنا، ينور لنا عقلنا، يحط بركته هيك بقلوبنا براسنا، وهيك ويخلي دايما مسيرتنا معه، ماشي معه صوب القداسة. كونوا الساعة 7 تماما عند سان جيروم ببانشبول. أبونا ببانشبول سان جيروم ببانشبول، وهي مسيرة ساعة تقريبا بنوصل على مر شربل، ومننهي بالقداس مع الكاردينال بيشوب وبيشوب أنبز. بدي أشكر حضورك معنا بونا الريس، يعطيك ألف عافية. بعرف أنه في عندك اليوم نهار مليء بالنشاطات والتحضيرات كمان لهالمناسبة. شكرا جزيلا على وجودك معنا، وربنا يكون معكم. أنا بدي أشكرك وربنا يبارككم. شكرا. أحبائي، منتابع نحن وياكم لقائنا عبر صوت الغد مع المزيد من الفقرات. بعد قليل نيوز هيدلاينز.